أيها الحضور الكريم، مدنيين وعسكريين، شيوخا ووجهاء، نبارك لأهالينا في منطقة الجرنية هذه الخيمة الوطنية المشرفة التي إن دلت فإنما تدل على الانتماء الحقيقي لمشروع يهدف إلى تعزيز أخوة الشعوب والعيش المشترك وفق رؤية الرفيق الثوري والقائد البطل الذي دعا إلى تحرير الشعوب من الظلم والاستبداد والعيش في مجتمع طبيعي يسوده الأمن والأمان، تسوده العدالة الاجتماعية، مجتمع يعيش فيه الجميع ينادي بالمحبة والتسامح. إننا في شمال شرق سوريا اليوم، ومن خلال ترسيخ مبادئ الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك أثبت لنا القائد عبد الله أوجلان أنه الحر ونحن الأسرى، لأن فكره الحر كان أعلى من كل القضبان. نعم، وبكل تأكيد لم يستطيعوا هجم شمسنا. إن ما حصل في 14 شباط لعام 1999 من مؤامرة دولية على القائد عبد الله أوجلان ووضعه في سجن إمرالي بعيدا عن أدنى مقومات الحياة يدل على خوف الدولة التركية من هذا الفكر العظيم، فكر الأمة الديمقراطية الذي يدعو إلى تحرير الإنسان من الاضطهاد ومن الأنظمة الاستبدادية، أو على أساس فرض الاستسلام على جميع المقاومين. أيضا هناك العديد من الأحزاب المنظمة، لنأخذ حزب الرفاه عين الاعتبار. نعم، هذه إحدى الركائز الهامة التي تسير عليها المؤامرة، بل اتفقوا على خطة محبكة بنسبة 99.9% كي لا يكون لنا مفر. كانت العملية العسكرية الموجهة ضدنا تحمل اسم الطوفان،